جربت تسال نفسك من 10 سنين كان وضعك عامل ايه ودلوقتي عامل ايه بناء على قرار انت خدته من 10 سنين؟ انت عارف ان انت لما تيجي تحلم بحاجه لازم تبتدي بانك تاخد الشجاعه جوه نفسك وانك تاخد قرار. القرار يعني التزام، يعني انت يوم ما هتلتزم بالقرار ده يوم ما هتوصل للنتيجه اللي انت كنت متوقعها انك توصلها. فالقرار يعني التزام، مش مجرد شعور انا بقول انا نفسي اعمل كذا، لا انا مش مجرد نفسي، لا انا بحط لنفسي خطه امشي عليها. خطه مش معنى ان انا ماشي عليها او حصل اي تغييرات ما التزمش بيها، لازم التزم بيها تحت اي ظرف، لان دي اللي هتوصلني للطريق. مش معنى ان السوق انهار ما ادورش على شغل، مش معنى ان مفيش حاجه معينه كنت ماشي عليها ما كملش في نفس الطريق، لازم التزم وامشي بنفس الطريق. ليه التزم؟ لان انا كل ما التزم بتتحقق نتائج، النتائج دي لما بتتحقق ده دليل على ان انا نجحت في اتخاذ القرار بتاعي. في حاجات هتغير من تفكيري قدام، بس برضو مش هتغير من الهدف بتاعك، لان انت لو غيرت الهدف بتاعك فانت ماشي عشوائي. عشان كده لازم تختار هدفك بعنايه، لان انت بناء عليه هتاخد القرار. فالقرار ده معناته ايه؟ معناته ان انا هغير في عاده انا كنت بعملها، عاده سيئه، بصحى متاخر، بقعد على الموبايل كتير، بعمل الكلام ده كله. انا خدت قرار ان انا ما اعملش الكلام ده. طيب الالتزام ايه؟ الالتزام ان انا طبعا هروح ان انا اقلل قعدتي على الموبايل، اقلل قعدتي على الحاجات اللي بتضيع وقتي، التزم بمواعيد الصلاه بتاعتي في ميعادها بالظبط. فدي لوحدها استمراريه وبتوصلك للنجاح. طيب يبقى انت خدت القرار والتزمت بيه. القرار ده طبعا زي ما احنا قلنا التزام، وبرضه مش مجرد حاجه هتغيرها في حياتك، لا انت ممكن تتعلم حاجه. انت ممكن تتعلم حاجه تخليك بعد مده معينه حاجه كبيره. يعني مثلا انا خدت قرار ان انا هخش مثلا كليه اتعلم فيها حاجه معينه، لان هدفي بعد 10 سنين هيبقى كذا. هل انا وصلت للهدف ده؟ لازم ابص لنفسي دلوقتي انا عملت ايه بناء على القرار اللي انا خدته من 10 سنين. فالقرار اللي هاخده ال10 سنين الجايين لازم يبقى مبني على حاجه زي كده. لازم برضو اسال اهل الخبره، زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده، اسال اهل الخبره، اشوف السوق، اشوف الناس، عشان اعرف اوصل للحاجه اللي انا كنت مخطط ان انا اوصل لها. فقرارك ده اللي بيغير حياتك. خلي بالك ان ربنا خلق جوانا حاجه اسمها شجاعه اتخاذ القرار. واحد بيدخن ونفسه يبطل يدخن بس مش قادر، هو نفسه، ده شعور، دي حاجه حلوه مش وحشه انه وصل اللي هو يبقى نفسه يعمل الحاجه دي. لكن هل هو اتخذ القرار بكده؟ هل هو قصدي ابتدى الالتزام، ابتدى ان هو يخفف من السجاير؟ في ناس راحت رمت السيجاره وقالت ايه، انا مش هدخن تاني، وفعلا طول عمره بقى بطل يدخن بعد ما خد القرار ده. في ناس بتتدرج في الحاجه دي. فهل انت من الناس اللي خدت القرار السليم؟ تابعني عشان يوصلك كل جديد. يا ريت تعمل لايك وشير وفولو عشان يوصلك كل جديد، وعشان نكمل في القناه.